ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع طفل ياسين اللي تعرض للاغتصاب لمدة سنة كاملة على ايد موظف في مدرسة عنده 79 سنة. عايزكم تحطوا في الاعتبار ان الطفل ياسين ده عنده 6 سنين بالظبط. يعني طفل عنده 6 سنين اتعرض للاغتصاب على ايد راجل عنده 79 سنة بعلم وبموافقة، وكمان كانوا بيداروا عليه مديرة المدرسة، المدرسة بتاعت ياسين والناني. ازاي كل ده حصل وايه هي القصة؟ تعالوا هنشوف مع بعض. الحكاية باختصار، من سنة في مدرسة الكارما لغات بمدينة دمنهور، طفل اسمه ياسين عنده 6 سنين. في موظف في المدرسة اسمه صبري كامل جاب الله عنده 79 سنة. انا مش متأكد هو بيشتغل ايه بالظبط في المدرسة. الموظف ده كان بيستدرك الطفل مرة العربية مهجورة، مرة الحمام مدرسة، ومرة في الجراج بتاع المدرسة، وكان بيتم اغتصابه بشكل كامل لمدة سنة. خليني اقولك ان الكارثة الاكبر هي مديرة المدرسة اللي اسمها وفاء ادوارد. ان ياسين في يوم من الايام قرر ان هو يحكي الموضوع اللي بيحصل معاه للمدرسة بتاعته. راح للمدرسة بتاعته قال لها يا ميس انا عاوز احكي لك على حاجة. قالت له عايز ايه يا ياسين؟ انا عندي دلوقتي حصة ومش فاضية، اتكلم احكي لي بسرعة. حد ضربك؟ حد اتخانق معاك؟ ايه اللي حصل يا ياسين؟ قال لها لا في حاجة تانية عاوز احكي لك عليها. المهم ياسين بيكمل وبيقول لها يا ميس عارفة عم صبري؟ قالت له اه عارفة عم صبري. ماله عم صبري يا ياسين؟ قال لها عم صبري كل يوم الناني تجي لي الكلاس وتقول لي تعالى يا ياسين عشان تخش التويليت، مع ان انا مش ببقى عايز اخش التويليت. قالت له اه وبعدين يا ياسين كمل ايه اللي حصل؟ قال لها اول مرة دخلت التويليت، بعد ما دخلت التويليت لقيت عمو صبري جوه التويليت مستنيني في التويليت. اول ما شافني سلم عليا، وبعد كده الناني سابتني انا وعمو صبري وطلعت وسابتنا لوحدنا في التويليت. المهم ياسين بيكمل القصة وبيقول لها لما لقيت عمو صبري جوه ابتدى يقلعني البنطلون وابتدى يشد شعري وقطع شعري في ايده وابتدى يضربني جامد عشان ما طلعش صوت وعشان ما عيطش ومحدش يسمعنا، وابتدى ان هو يعمل فيا كذا وكذا وكذا. وكنت بحس بوجع جامد جدا، وحتى مش عارف اطلع صوت ومش عارف ازعق ومش عارف اصرخ لانه كان حاطط ايده على بقي وماسكني من شعري بيقطع في شعري وبيضربني جامد. وبيكمل الموضوع بيحكي لها وبيقول لها وبعد ما عمو صبري خلص سابني مرمي في الارض عمال بصوت وعمال بتألم من كتر الوجع. والدادة دخلت عليا، الناني دخلت عليا شطفتني ولبستني البنطلون وغسلت لي وشي عشان كنت بعيط جامد ورجعتني الكلاس تاني، واكدت عليا وقالت لي اوعى تعرف بابا ولا ماما ولا اي حد، لو عرفت اي حد هنقتل بابا وهنقتل ماما وهنقتلك انت كمان يا ياسين. قامت المدرسه قالت له وانت عملت ايه يا ياسين؟ قال لها انا ما عرفتش حد. قالت له شاطر يا ياسين، انا دلوقتي هاخدك وهنروح لمديره المدرسه هنقول لها وهنجيب عصايه كبيره وهنضرب بيها عمو صبري عشان ما يعملش كده تاني. طبعا الطفل ياسين مش فاهم حاجه وقال لها بجد يا ميس وعد؟ قالت له وعد. قامت جايه المدرسه الحقيره القذره راحت لمديره المدرسه وحكت لمديره المدرسه اللي اسمها وفاء ادوارد وقالت لها الموضوع اللي حصل. مديرة المدرسة المفروض الست الوقورة المحترمة مربية الأجيال بدل ما تاخد موقف وتعرض الموضوع على القضاء تتم إقالة عم صبري دوت تاخد أي أكشن، لأ جابت فعلا عم صبري وادت ياسين عصاية وخلت ياسين يضرب عم صبري. بتضحك على عقل ياسين، قال كده يعني ياسين خد حقه من عم صبري. طبعا فضلت سايبه المجرم عم صبري ده والمدرسه والناني شغالين في المدرسه عادي، والله اعلم في كام ضحيه وقعت تحت ايد الشخص الحقير ده. المهم عاوز اكمل الحكايه واقول لكم ان والد ياسين شغال بره مصر، راجل مغترب مش شغال في مصر. والد ياسين قرر يجيب والده ياسين وياسين هما يسافروا ويروحوا له بره مصر. لما ياسين عرف ان هما خلاص هيسافروا وهيسيبوا البلد ويمشوا، في الايام ديت ياسين حصل ان هو عنده مشكلة في الاخراج، فراح اتكلم مع مامته وحكى لها ايه اللي حصل معاه بالظبط. مامته اول ما سمعت الموضوع ده خدته طلعت بقى على الطبيب على طول، راحت للدكتور. الدكتور كشف على ياسين وفعلا لقى ان عنده توسع في فتحة الشرج بنسبة 1 سنتي. خدوا بعضهم وطلعوا على الطبيب الشرعي وعملوا محضر. الطبيب الشرعي فعلا اقر وقال ان ياسين تم اغتصابه. الموضوع اتحول لقضية، والميس اللي مفيش عندها ذرة رحمة شهدت زور على ياسين قدام وكيل النيابة وقالت ياسين ما قاليش اي حاجة وده طفل مش طبيعي اصلا وهو مش عارف هو بيقول ايه وبتهيأ له حاجات.
الموضوع بيستمر والشرطة المصرية بتتم القبض على متهم اللي هو عم صبري، بس للأسف بعدها بيخلى سبيله على ذمة القضية. يعني المتهم لحد دلوقتي حر طليق والقضية شغالة عادي. عشان كده بنقول لازم نتكلم عن القضية دي، ولازم ننشر الفيديو ده وأي فيديو عن القضية دي عشان تتحول لقضية رأي عام ويتاخد فيها حكم بشكل سريع. أهل المتهم عرضوا على الأم رشوة بمبالغ مالية كبيرة وبذهب علشان تتنازل عن القضية، لكنها رفضت واختارت ان هي تصعد الموضوع للسوشيال ميديا عشان الموضوع ينتشر والقضية تبقى قضية رأي عام. طيب ايه اللي حصل لما الموضوع ظهر لنا على السوشيال ميديا؟ مديرة المدرسة الحقيرة كتبت على الفيسبوك عندها، كتبت على السوشيال ميديا بوست لما لقت الموضوع انتشر على السوشيال ميديا. بتقول ايه بقى؟ ان تعوي الكلاب قد يلتفت اليها قليل من الناس لكن لا ينضم اليها سوى الكلاب. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي صبري المتحرش وفي الناني وفي المس. القضية هيتم الحكم فيها كمان يومين يا جماعة، بالظبط يوم 30/4 في محكمة جنايات إيتاي البارودي. أرجوكم انشروا الفيديو على قد ما تقدروا، اعملوا لايك، اعملوا كومنت، اعملوا شير، انشروا أي بوست عن القضية دي عشان تتحول لرأي عام ويتم الحكم فيها بشكل سريع وحازم وقوي. اخر حاجه حابب اقولها، بناشد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي والسيد النائب العام والسيد وزير الداخليه والسيد وزير التربيه والتعليم ان هم يتدخلوا يا جماعه ويجيبوا للطفل ياسين حقه ويجيبوا لكل الاطفال حقهم. ولازم الموضوع ده يتم الحكم فيه بشكل حازم وقوي جدا في كل الناس اللي ساعدت وكان ليها يد في الموضوع دوت. واخر حاجه برضو حابب اقولها ان لازم الاطفال اللي في المدرسه دي كلهم يتعمل لهم يتعرضوا للطبيب الشرعي ونعرف هل في ضحايا تاني وقعت تحت ايد الشخص الحقير دوت وساكتين مش عايزين يتكلموا لغايه دلوقتي ولا لا. شكرا لمشاهدتكم للفيديو، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل حد بيتعامل مع الاطفال بشكل غير انساني. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل متحرش ومغتصب. شكرا لكم.